السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة مع بعض في بارت 2 من الأوفيشال إكزامز. في بارت 1 اتكلمنا على أول حاجة لو عندي ريزيستيفيتي كوندكتيفيتي، واتكلمنا على تاني موضوع من الأسئلة اللي هو يبقى عندي resistors connected in series و in parallel. تالت موضوع النهاردة هنتكلم على Ohm's law for closed circuit. وهنا نفكركم بس بأومز law for closed circuit. اوكي، فنيجي نقول ايه؟ واحد، الكرنت اللي بيمر في السيركت بيساوي في بي اوفر ار اكسترنال بلس ار سمول. ده اول حاجه. طيب لو احنا معانا بطاريه ومعانا ريزيستنس ار ومعانا ريوستات ار اتش، وكان في هنا ايه يا عمي؟ تعالى لي بس اهو. وكان في هنا كي. الفولتميتر اكروس البطاريه when there is no current flows through the circuit بيقرا الاي ام اف اللي هو الرقم المكتوب على البطاريه. طب لو كلوزت الكي، فالفولتميتر اكروس البطاريه when there is a current flows through the circuit فبيقرا التيرمينال بوتنشال. فبيقرا مين؟ التيرمينال بوتنشال. وهنا يبقى حضرتك تبقى عارف الرقم اللي مكتوب على البطاريه اسمه اي ام اف، ينقسم الى حتتين: تيرمينال بوتنشال بلس لوست بوتنشال. تيرمينال بوتنشال اللي هو المكسب الحقيقي اللي استفدته في السيركت، يعني لو البطاريه 12 فولت خدت منها 9 فولت، اللوست يبقى 3 فولت. طيب والتيرمينال بوتنشال بيساوي اي ار اكسترنال. طب واللوست بوتنشال بيساوي مين؟ اي ار سمول. شكرا، جميل. تعالى لي بقى كده. طالما بقى في internal resistance يبقى بابا عنده عيل مستخبي، ولهذا خليك فاكر. تعالى لي بقى، بيقول لي ايه؟ in the figure عايز ratio between I1 and I2. تعالوا نجيب I1 تساوي في بي اللي هي في على R plus R over 11 10 plus 1. ماشي. نجيب I2 في بي اللي هي في over 5 plus 1 اللي هي ب 6. هو عايز I1 divided by I2. فنقدر نقول ايه؟ I1 V over 11 divided by يبقى times 6 over V. نطير ال V مع ال V. كل سنة وانت طيب. 6 over 11 بقت ال I1 over I2 equals 6 over 11 letter A. هنا an electric cell of unknown EMF is connected to resistance كذا. hence هنا بقى خلي بالك السؤال ده هو ما حطليش في internal resistance ولا ما فيش، وهنا محتاج ذكائك ومخك البرلانت. electric cell of unknown EMF is connected to resistance R1. hence the intensity of current passing through the cell equal 0.5 amperes. and when R1 is replaced by R2 ايه اللي حصل؟ the intensity of current becomes 0.3. بص، اللي يأكد لك ان في internal resistance ايه؟ تعالى لي هنا. البطاريه تطلع بكام؟ بص، البطاريه تطلع باي ار 0.5 تايمز 5. لو ما فيش internal resistance فتطلع ب 2.5 فولت. طب تعالى هنا نجيب الفي اي ار فتطلع ب 2.7 فولت. فالبطاريه هي ازاي هنا تطلع ب 2.5 وهنا تطلع ب 2.7؟ اذا في حاجه غلط. ايه الغلط؟ ان حضرتك ناسي ان في internal resistance. كويس.
هو هنا السؤال كان بيسأل على ايه؟ فين السؤال؟ The intensity of current هنا 0.3 في فيجر 2. So عايز الاي ام اف بتاعت البطاريه. يبقى اذا احنا رفضنا انك انت تقول لي في ايكوال اي ار هنا لانها 2.5 هنا و2.7 هنا، وهي نفس البطاريه. انت عملت ريبليس للريزيستنس، وبناء عليه فلازم تبقى حضرتك عارف ان انا عندي ايه؟ حضرتك عارف ان انا عندي internal resistance. اوكي تمام. تعالوا نجيب البارت الاولاني. في البارت الاولاني عندي الاي بتساوي في بي اوفر ار اكسترنال بلس ار سمول. 0.5 تساوي في بي اللي مش عندي، ار اكسترنال هنا ب 5 بلس ار سمول، كروس بقت 2 في بتساوي 5 بلس ار. طب وهنا الكرنت بيساوي في بي اوفر ار اكسترنال بلس ار سمول. 3 اوفر 10 بتساوي في اللي مش عندي، الريزيستنس هنا ب 9 بلس ار سمول كروس، يبقى 10 في بتساوي 27 بلس 3 ار. ايه رايك؟ طبعا هنا دول تو ايكويشنز هنحلهم مع بعض سيملتينيوسلي. المفروض انك انت شاطر وعارف. هضرب الايكويشن دي كلها في نيجاتيف 3. اشمعنى؟ عشان يبقى نيجاتيف 6 في بتساوي نيجاتيف 15 ماينس 3 ار، واللي يطلع هعمله بلس هنا. هبلص على مين؟ نيجاتيف 6 في اللي بتساوي نيجاتيف 15 ماينس 3 ار. هو انت عملت كده ليه؟ عشان اطير الار مع الار، وهنا دي تطلع ب 12 equals 4V، فتطلع الفي بتساوي 12 over 4 فتطلع ب 3 فولت، فيبقى الفي equals كام؟ 3 فولت. كان عندي 2 unknowns فكنت بدور ازاي احل المشكله، فطلعت بالشكل اللي انت شفته حضرتك بالظبط. اوكي؟ اللي بعديه. In the circuit, the ratio between the reading of voltmeter V1 and V2. هنا أنا عندي بطارية بانترنال ريزيستنس، فالفولتميتر أكروس البطارية when there is a current passing through the circuit يقرأ مين؟ التيرمينال بوتنشال. V2 دي سهلة، ده بيقرأ البوتنشال ديفرنس أكروس الريزيستنس، فالV2 بتساوي IR. كويس. يبقى أنا عايز في الدينومينيتور الV2 IR. يبقى أنا فكرت، تفكيري بيقول لي إن الإجابة حاجة من الاتنين، يا سي يا دي، اللي هو في الدينومينيتور اي ار. طب في 1 هو التيرمينال بوتنشال اللي بيساوي مين؟ اي ام اف ماينس اللوست بوتنشال. الاي ام اف اللي هي الفي بي ماينس اي ار سمول. فيبقى اذا اصبحت الاجابه ديفينتلي هي لتر سي، اللي هو حضرتك ببساطه شديده في 1 اللي هو الفولتميتر اللي فوق ده بيقرا التيرمينال بوتنشال، والتيرمينال بوتنشال قدر انك انت ناسي جبتها منين؟ ماشي، بتحصل في احسن العائلات. مش احنا اتفقنا ان الاي ام اف بتساوي التيرمينال بوتنشال بلس لوست بوتنشال؟ كويس. يبقى التيرمينال بيساوي كام؟ سيبه في مكانه، اي ام اف في مكانها ماينس لوست بوتنشال اللي هي في بي ماينس اي ار سمول بتساوي تيرمينال بوتنشال. اوكي. اللي بعديه. In the given electric circuit the current intensity I بكام؟ طيب متعودين نجعلص النودز. وامشي مع الكارنت يا لولو. الكارنت جاي من هنا اي، اتفرع ادي فرع. ال 6 وال 12 كونكتد ان سيريز فيهم نفس الكارنت تطلع ب 18 امز. ال 18 وال 9 كونكتد ان باراليل فيبقى برودكت على السم فتطلع ب 6 امز. يبقى انا هشيل دول ودول كلهم واحط بدلهم هنا 6 امز.
فبقى الكرنت داخل كده. ال 6 ohms وال 3 connected in series اشيلهم واحط بدلهم 9 ohms. بقت 9 ohm و 18 ohm connected in parallel. اشيلهم واحط بدلهم 6 ohms. بقت ال 6 ohm دي وال 6 ohm دي connected in parallel. اشيلهم واحط بدلهم 3 ohms. يبقى ال R external بتساوي 3 ohms. I بتساوي VB على R external plus R small. ال VB ب 12، R external ب 3، الانترنال ريزيستنس ب 1. 12 over 4 فتطلع ان الكرنت اللي ماشي في السيركت ب 3 امبيرز. فيبقى الكرنت اللي ماشي في السيركت بيساوي كام؟ 3 امبيرز. اوكي. طيب قبل ما ناخد الفكرة دي افكرك، لو انا عندي بطاريتين في لوب او كلوزد لوب، بطاريه وليكن 4 فولت ليها انترنال ريزيستنس R1، بطاريه ب 12 فولت ليها انترنال ريزيستنس R2. خلي بالك، البطاريه الصغيره اللي هي اقل في البوتنشال ديفرنس بتتشحن، والبطاريه الكبيره بتشحن. اول حاجه، لو انت عايز تجيب التوتال فولتج هيبقى في السيركت 12 ماينس 4 فتطلع ب 8 فولت. عبيط. انا مشكلتي في مين بقى؟ لو انا حطيت فولتميتر هنا، الفولتميتر اول معلومه انت عارفها، اكروس البطاريه when there is a current passes through the circuit بيقرا التيرمينال بوتنشال. فيبقى التيرمينال بوتنشال بيساوي اي ام اف ماينس اي ار 2. دي مين؟ دي البطاريه ام هاير فولتج اللي بتشحن. اوكي. طب لو حطيت الفولتميتر هنا بقى هنسميه في بس عشان بس ما نعملش لخبطه. بقى الفولتميتر اكروس البطاريه يبقى بيقرا التيرمينال بوتنشال. التركايه فين يا ولا؟ اي ام اف بلس لوست بوتنشال. فلو كانت البطاريه بتتشحن فالتيرمينال بوتنشال هيبقى اي ام اف بلس لوست بوتنشال. ودي المره الوحيده اللي ممكن الاقي قرايه الفولتميتر اكبر من الرقم اللي مكتوب على البطاريه، لان ده مستحيل يحصل الا اذا كان عندك بطاريتين ودي البطاريه الصغيره فموقفها هنا هو موقف انها بتتشحن. فيبقى لو حطيت فولتميتر فيقرا الاي ام اف بلس اي ار 1. شكرا. تعال لي هنا. In the given circuit the reading of voltmeter V3 0.8 فولت. ده بيقرا 0.8 فولت. طب ما تيجي نجيب الكرنت اللي ماشي في السيركت 0.8 over 2 فيطلع بيساوي 0.4 امبير، فيبقى الكرنت 0.4 امبير. كويس. الريدنج اوف فولتميتر V1، البطاريه دي ب 8 فولت ودي ب 10 فولت، يعني دي اللي بتتشحن. فيبقى V1 هيقرا كام؟ V1 هيقرا الرقم المكتوب عليها بلس 0.4 تايمز 1 اللي هو بلس اللوست بوتنشال، فيطلع ال V1 بيقرا 8.4 فولت. ال V2 دي البطاريه الكبيره يبقى اي ام اف 10 فولت ماينس اي ار فتطلع ب 9.2 فولت. وبناء عليه
فيبقى ال V2 ب 9.2 وال V1 ب 8.4. فكل سنة وانت سعيد، وتبقى الإجابة لتر B. وماله؟ نبص على الإكزامبل ده. In the given electric circuit, on increasing the value of the variable resistor, so لا هنا بقى عايز اقول لك حاجة قبل ما نحل السؤال. فاكر الحرامي ممس في فيلم أمير البحار؟ الحرامي ده بنفتكره، واحكي لك حكايته عشان ممكن تكون نسيتها. لو ابوك بيديك مصروف 20 جنيه، ممس الحرامي بيقابلك في شارعكو، ياكلك علقه وياخد منك ال20 جنيه، فكان بيسرق منك كل يوم ال20 جنيه اللي ابوك بيديها لك مصروف. ممس تاب بس لسه بيشتغل حرامي. طب طبعا ايه؟ طبعا يعني هو هيسرق بس مش قوي يعني، بس اسمه حرامي برضه يعني. فبقى يقابلك كل يوم وابوك بيديك ال20 جنيه، ما ياكلكش علقه ويسرق منك 5 جنيه بس. فلو سرق منك 5 جنيه من ال20 فبقى معاك كام؟ 15. لما كان بيسرق ال20 كان بيبقى منك كام؟ معاك كام؟ 0. لما بيسرق 5 بس فيبقى معاك 15. والقاعدة بتقول لما المسروق يقل هتكون النتيجة ايه؟ المتبقي يزيد. والفكرة دي خلي بالك، دي فكرة جاية في الامتحان، انا مش محتاج ان انا اقعد احكي لك ده بيموتوا فيها قد ايه. لما المسروق يقل المتبقي يزيد. المسروق هو مين؟ هو اللوست بوتنشال. المسروق هو اي ار سمول. اللوست بوتنشال هو بوتنشال، فاول بوتنشال هو، فالبوتنشال بيساوي اي ار، وطالما لوست يعني مسروق يبقى اي ار سمول. امتى المسروق يقل؟ لو اي قلت. يبقى ايه اللي يخلي المسروق يقل؟ ان الكرنت يقل. طب كويس، تعالى لي. التيرمينال بوتنشال بيساوي اي ام اف ماينس اي ار سمول. الاي ام اف ثابته، خلينا في نفس الاكزامبل اللي بنحكي عليه، والمسروق قلع. فلما المسروق يقل فالمتبقي يزيد. ابسطها لك شويه. ابوك بيديك 20 جنيه، كان بيتسرق منك 7 جنيه، المتبقي 13. ابوك بيديك 20 جنيه، لو اتسرق منك 2 جنيه بس بقى اللي باقي معاك 18 جنيه. فلما المسروق يقل المتبقي يزيد. تعال نروح حتتنا. مين يبقى المسروق هو اللوست بوتنشال، هو اي ار سمول. المتبقي هو التيرمينال بوتنشال اللي هو اي ار اكسترنال، او هو الاي ام اف ماينس اللوست بوتنشال. ده كلام. كيف يتحول الكلام ايها العظماء الى فعل؟ تعال ياض انت وهو، يالا تعال ياض. In the given electric circuit in increasing the value of the variable resistor. عيش معايا اللحظة. قدر ان بابا كان بيوزع الاي ام اف اللي مكتوبة على البطارية كانت، او بابا بيوزع التيرمينال بوتنشال 20 فولت. لما زود الريزيستنس بتاعت الريوستات التوتال ريزيستنس تزيد.
فيبقى الكرنت اللي ماشي في السيركت هيقل، المسروق يقل، المتبقي يزيد. بابا بدل ما كان هيوزع 20 جنيه سيوزع 22 جنيه. طيب ايه رأيك تقول ان بابا كان بيوزع ال 20 جنيه ازاي؟ بص، كان بيوزع ال 20 جنيه، سي ده بياخد 13 جنيه وده بياخد 7 جنيه. الفلوس اللي بابا بيوزعها هي الفولتج. كويس. تعال لي بقى، لما الكرنت قل فهنا الفولتج اكروس الريزيستنس ار قل، لان الفي بتساوي اي ار. الار ثابته، دي ثابته والكرنت قل، فالواد ده مصروف، وبدل ما ياخد 13 جنيه سياخد 10 من فلوس الجديده بتاعت بابا ام 22، فيبقى ده كام؟ 12 جنيه. وبناء عليه تعالى لي كده بقى، يبقى ذا ريدنج اوف بوث V1 زادت. طب و V2 ده فولت ميتر اكروس البطاريه، هيحصل ايه؟ هيزيد من 20 فور اكزامبل ل 22 فولت. فيبقى الاجابه لتر A. تعال نبص هنا، قال لك هنا ايه؟ الانترنال ريزيستنس نوت ايكوال زيرو، يعني هي موجوده. ماشي. in the circuit if the reading of the voltmeter when the key opened، لما الكي بقى opened كان 18 فولت، يبقى افهم منها ان الفي بي او الاي ام اف بتساوي 18 فولت. when the key closed بيقرا 15 فولت، افهم منها ان التيرمينال بوتنشال بيساوي 15 فولت وان اللوست بوتنشال بيساوي 3 فولت. حلو. مش التيرمينال بوتنشال بيساوي اي ار اكسترنال، يبقى ال 15 بيساوي الكرنت اللي مش عارفه الار اكسترنال ب 5. عرفت ان الكرنت بيساوي 3 امبير. الكرنت بيساوي 3 امز. طيب اللوست بوتنشال بيساوي اي ار سمول، اللوست بوتنشال ب 3، الكرنت ب 3 ار، فتطلع الار بتساوي 1 اوم، فيطلع الكرنت equals 1 اوم. جميل، فل. نبص على دي. In the electric circuit, if the value of the variable resistance S increased، يبقى التوتال ريزيستنس بتاعت السيركت هتزيد. يبقى الكرنت هيقل، المسروق يقل، المتبقي يزيد. يبقى المتبقي هو التيرمينال بوتنشال، يبقى الفي 1 هيزيد. تعالى لي الفي 1 انكريز. الله، تصدق ان انا ما عنديش غير في 1 انكريز هي واحده بس اللي هي الاي. طب ما تيجي نشوف ايه اللي هيحصل للفي 2. كويس. ايه رايك؟ ده فولتميتر محطوط اكروس التو ريزيستورز دول. ايه رايك تيجي نتخيل ان بابا كان بيوزع 20 جنيه، هاخد نفس الارقام اللي فاتت، 20 جنيه. بابا كان بيدي 5 جنيه، الحته دي واخده فولتج 5 والحتتين دول 15 جنيه. لما الكرنت قل المسروق يقل، المتبقي يزيد. بابا ما بقاش بيوزع 20، بقى بيوزع 22 جنيه. على فكره بالمناسبه احنا عرفنا ان الحل ايه، بس انا بفهمك ليه دي هتبقى انكريس. كويس. فالكرنت لما قل الفولتج هنا هيقل، بدل 4 بدل 5 سي اديها 4 فولت. بابا بقى بيوزع 22 جنيه ماينس 4، فيبقى دي تاخد 18 فولت. يلا يا عم، يبقى زادت ولا ما زادتش؟ اتمنى ان الناس تبقى فاهمه احنا بنعمل ايه، لان دي اسئله الامتحانات جون 2022، ده عادي يعني. اوكي، بص. in the electric circuit، يا عم استنى بقى، يلا. in the electric circuit shown the voltmeter reads 14 volts when the switch K is opened. يبقى ال EMF equals 14 volt. لما يبقى closed
التيرمينال بوتنشال بتساوي 8 فولت، يبقى اللوست بوتنشال بتساوي 6 فولت. اوكي. then the internal resistance. حاضر. طيب ايه رايكم لما الكي يبقى كلوزد؟ التو ريزيستورز دول كونكتد ان باراليل بتو ارمز. كويس كده؟ بتو ارمز. حلو. التيرمينال بوتنشال بيساوي اي ار اكسترنال. التيرمينال ب 8، الكرنت مش عندي، الار اكسترنال ب 2، فيطلع ان الكرنت بيساوي 4 امبيرز. طيب اللوست بوتنشال بيساوي اي ار سمول. اللوست بوتنشال ب 6 فولت بتساوي الكرنت ب 4 في ار، فتطلع 6 اوفر 4 ب 1.5 اومز. الانترنال ريزيستنس. جون 2022. سهله من الاسئله السهله. فلو انت شايف انك انت مش عارف تحلها، معلش راجع نفسك وامسك القلم بالراحه وامشي واحده واحده واسمع الكلام واحده واحده ثم حاول. نخش على اللي بعدها. في اكزامبل 42 الفكره دي محتاج اقعد معاكم سيكه كده. بص يا ولدي يا فلذة كبدي، لو انا معايا ريزيستنس سيركت، هنا دي ار، هنا ده ريوستات، وحاطط الفولتميتر هنا. ده الطبيعي اللي كل العيال اللي بتدرس الكتريسيتي على قدها تعرفه. عمك قبل ما يموت ساب لك وصيه ان الفي والاي دايركتلي بروبورشنال. بس خلي بالك اللي كل العيال تعرفه ده لما اكون حاطط الفولتميتر اكروس ريزيستنس، فكل ما الكرنت اللي في الريزيستنس يزيد كل ما البوتنشال ديفرنس اكروس ذا تو تيرمينالز اوف ريزيستور يزيد، فالفي والاي دايركتلي بروبورشنال. وهنا بقى يجي لنا التركه، هي نفس السيركت، وهنا في انترنال ريزيستنس، بس المره دي يا واد يا ابو الشباب انا حاطط الفولت ميتر اكروس البطاريه. الله الله يا عبد الله. بص يا غالي، ادي الاي وادي الفي. بص بقى، 5 معلومات عايزك تبقى عارفها من الجراف ده. 1، لما الكرنت يساوي 0. يعني ايه الكرنت يساوي 0؟ يعني ما فيش كرنت بيمر في السيركت، فالفولت ميتر اكروس البطاريه يقرا الاي ام اف. يبقى لما الكرنت يساوي 0 يبقى دي اسمه اي ام اف. لما كلوز كل ما الكرنت في السيركت يزيد اللي يحصل، لما الكرنت في السيركت يزيد المسروق يزيد المتبقي يقل، فالفولتميتر الفولتج بتاعه او القرايه بتاعته تقل. يبقى انا هنا قلت معلومتين. 1، شكل العلاقه ما بين الفي والاي لما الفولتميتر يبقى كروس البطاريه. 2، ان النقطه دي اسمها اي ام اف. 3، اي حاجه هنا اسمها تيرمينال بوتنشال. اي فولتج تحت النقطه دي اسمه التيرمينال بوتنشال. 4، السلوب بيساوي ار سمول، الابسوليوت فاليو اوف ار سمول. لو جبت السلوب بتاع العلاقه دي فيساوي الار سمول. 5، السلوب اللي هو بيساوي، هسمي النقطه دي اكس، بيساوي مين؟ واي اي ام اف اوفر اكس اللي هي باكس، اللي هي الحته دي باكس. السلوب اللي هو الار سمول. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الاكس بتساوي اي ام اف ديفايدد باي ار، وعملتها معاكم في اسئله المراجعه اللي هي لو سالتك مين الاكس فتقول لي دي الاي ام اف ديفايدد باي ار بعد ما عملنا الكلام ده. اذا اول معلومه العلاقه بين الفي والاي لما يكون الفولتميتر اكروس البطاريه، ادي 1. الجراف نفسه معلومه. 2، النقطه دي اسمها اي ام اف. 3، اي نقطه تحتها اسمها
terminal potential. 4 السلوب بيساوي R small. 5 ايه y over x هو السلوب. ان الحته المقطوعه من الاكس اكسس هنسميها اكس، الاكس بتساوي y over r، الاكس بتساوي اي ام اف ديفايدد باي ار سمول، فالاكس بتساوي اي ام اف ديفايدد باي ار سمول. شكرا. تعال لي هنا بقى نتفرج ونشوف الكلام اللي احنا قلناه. مبدئيا اكيد حضرتك عارف ان النقطه دي اسمها اي ام اف، وهو بيسالك على الاي ام اف. ده اسمه تيرمينال بوتنشال عند 4 امبير. يبقى التيرمينال بوتنشال ات 4 امبير ايكوالز 8 فولت. 8 فولت. طب تيجي نجيب اللوست بوتنشال بيساوي اي ار سمول. الاي ب 4 امبير. طب الار سمول مدهاني بكام؟ بام بام 0.5. 4 تايمز 0.5 فتطلع ب 2 فولت. الاي ام اف بتساوي تيرمينال بوتنشال 8 لوست بوتنشال ب 2 فتطلع ب 10 فولت. فتطلع بكام؟ ب 10 فولت. اوكي؟ نبص على الاكزامبل اللي بعديه. كويس. According to the opposite circuit, which of the following represents what will happen to the reading of the voltmeter by changing the value of resistance of rheostat? طيب change by changing. كلمة change بتعني حاجة من اتنين، increase or decrease. طيب تعالوا نفكر مع بعض. لو انا زودت الريزيستنس اوف ريوستات، يبقى التوتال ريزيستنس بتاعت السيركت زادت. الكرنت يقل، المتبقي يزيد. مين المتبقي؟ اللي هو التيرمينال بوتنشال، اللي هو الفولتج اللي اتاخد من الريزيستورز. طيب the value of resistance taken from the rheostat. تعالوا ناخد الانكريز، ناخد انكريز. فالريدنج اوف فولتميتر المفروض تزيد. ما عنديش. طب ما تيجي نلعب العكس بقى. طب ايه رايك لو الريزيستنس اوف ريوستات قلت؟ يبقى التوتال ريزيستنس تقل، يبقى الكرنت يزيد، المسروق يزيد، المتبقي يقل، وتصبح الإجابة decrease. ما هي أيوة، ما هو أنت لازم تبقى مدرك في استنباط. الاستنباط مش في المسألة، الاستنباط في الفكر. زي ما أنت بتلعب، زي ما بتعمل أي حاجة في حياتك من اللي بتحبها. لعيبة الكورة بيتمرنوا، واحد هنا ترمي له الكرة كده، واحد هنا ترمي له الكرة كده، شوف مين الفاضي. عينه شايفة وهو بيلعب. (2023) The figure illustrates a closed electric circuit when the switch K is open. So لا خليه يا حبيبي، هو مش هو open، خليه هو closed الأول. وهو closed الريزيستنس الحبة اللي فوق دول ب 0.5 R. R و R connected in parallel، يبقى دي 0.5 R. الكرنت طالع من هنا فلقى 0.5 R وهنا R. خلي بالكم ان ال R وال 0.5 R connected in parallel. تجيب قيمة مع ال R دي in parallel، يبقى دي ودي parallel، تشيلهم وتحط بدلهم واحد، فيبقى الجديدة وال R connected in series. طيب كويس. لما الكي كان closed كانت الريزيستنس ب 0.5 R. لما اوبن الكي ده فدي ماتت.
فتحولت ان الحته اللي فوق دي بار. يبقى لما عملت اوبن للكي يبقى الريزيستنس بتاعت السيركت نقدر نقول ان الريزيستنس السيركت زادت. كرنت السيركت قل، المسروق يقل، المتبقي يزيد. يبقى الريدنج اوف فولتميتر انكريزز. يبقى اول حاجه انا عايز ريدنج اوف فولتميتر انكريزز. ذا ريدنج اوف فولتميتر، لا تعالى بس، ذا ريدنج اوف فولتميتر انكريزز. الاميتر increases while the voltmeter decreases. لا. reading of both ammeter and مش عارف ايه decreases. لا. يبقى دلوقتي انا حصرت الاجابه في A و D. تعالى بقى نرجع تاني، هو عايز يسأل على الاميتر. طيب اللي حصل كالآتي يا واد انت وهو. سي ان بابا كان بيوزع 20 جنيه على عياله، ففوق العيل اللي فوق نص ار واللي تحت بار لما كان الكي كلوزد. كويس كده؟ كويس. لما اللي حصل بعد شويه ايه؟ ان انا عملت اوبن للكي بقى فوق ار. احنا اتفقنا ان الكرنت اللي ماشي في السيركت هيحصل له ايه؟ هيقل. الكرنت اللي ماشي في السيركت هيقل. انهي كرنت؟ اللي هو التوتال كرنت اللي من هنا قل. طيب هو كان في كرنت طالع من هنا وبيتقسم حتتين، ار ونص ار. فاللي حصل دلوقتي ان الكرنت اللي طالع من هنا بقى بيتقسم لمين؟ ار وار. كويس. فيبقى اقدر اقول ايه اللي حصل يا ولد يا فلذة كبدي؟ اقدر اقول ان الكرنت كان بيروح الريزيستنس الحته اللي فوق زادت، فيبقى الكرنت اللي داخلها هيقل، وبناء عليه ايها العظماء يبقى الاميتر ريدنج يحصل لها ايه؟ ديكريسس. لكن اللي تحت دي كانت الاميتر ريدنج بوست انكريسس، لا غلط. فيبقى الاجابه لتر A. In the adjacent figure, which of the following choices is correct? في internal resistance. ايه علاقة ال V2 بال VB؟ لا، ال VB اللي هو الرقم البطارية مكتوب على البطارية أكبر من ال V2، لأن ال V2 ده terminal potential. فولت ميتر أكروس البطارية when there is a current فبيقرأ التيرمينال بوتنشال، فال VB أكبر من ال V2. الله، دي أول واحدة صح. بس تعال نشوف الباقي. ال V1 أكبر من ال VB، ده عنده موترتر أصلا، عنده موترتر. أنا لا يمكن ألاقي فولتج أكبر من البطارية إلا في حالة واحدة. كان عندي بطاريتين في السيركت، واحدة بطارية بلو فولتج وبتتشحن، فساعتها ألاقي الفولتج عليها أكبر من الرقم بتاع البطارية، يبقى ده عنده موترتر. ال VB بتساوي V2، عنده موترتر. امتى الفي بي يساوي في 2؟ لو كانت البطاريه الانترنال ريزيستنس بتاعتها بتساوي زيرو. كويس. الفي 1 بتساوي في 2. ليه؟ والريوستات دي بنت كلب يعني؟ ما تاخدش حته فولتج. كلامه كان يبقى صح لو ما عنديش الا ريزيستنس واحده، لكن هنا في ريوستات فبيهبش له حته، هو كمان عايز له حبه. اذا دي wrong statement. اصبح ما عنديش غير just one correct answer اللي هي letter A. اوكي. هنا انا عندي تو unknowns انا شايفهم اهو، في بي وار، في بي وار. وطالما عندك تو unknowns يبقى انت محتاج تو equations. طيب the following circuits represent a battery connected through two different circuits if the reading of ammeter in circuit 1 equals 1.2 while the reading of ammeter in circuit 2 equal 1 ampere. أنا عايز الانترنال resistance of the battery equals. أوكي. محتاج أبص معاكم ونحل واحدة واحدة. أوكي. السيركت الأولانية أهي. أميتر 9 أوم
هنا في بي وانترنال ريزيستنس. الكرنت هنا ب 1.2. هقول ايه؟ 1.2 equals في بي over 9 plus R small. فيبقى الفي بي بتساوي 1.2 times 9 1.2 times 9 فتطلع بكام؟ 10.8 plus 1.2 R. دي ايكويشن رقم 1. نخش على ايكويشن رقم 2. هنا بيقول لي ايه؟ ادي البطاريه، الاميتر هنا بيقرا 1 امبير، الريزيستنس هنا 11 اومز، صح كده؟ الكرنت 1 امبير، ها؟ يبقى ال1 بتساوي في بي اوفر 11 بلس ار سمول. يبقى الفي بي بتساوي 11 بلس ار. شكرا. تعالى لي بقى هنا 1.2 ار، هنا دي في بي وهنا في بي. طب ماشي، انا هاجي هنا بقى. يبقى الفي بي بتساوي 11 بلس ار. طيب، واول واحده كان الفي بي بيساوي كذا. ايه رايكم هضرب الايكويشن دي في نيجاتيف، فيبقى نيجاتيف في بي بتساوي نيجاتيف 10.8. اي ما انا ما اعرفش انت بتعرف تحل بأني طريقه، اللي يعجبك حل بيه. شيفت كالك، تولع في نفسك، اعمل ما بدالك. ماينس 1.2 ار واعمل بلس لتو ايكويشنز. طبعا دول تو ايكويشنز بنحلهم سيملتينيوسلي، ده اول اعدادي. anyway دي هتروح مع دي. 11 بلس يبقى هنا في 0. 11 بلس نيجاتيف 10.8 تطلع ب 0.2 ماينس 1.2 ار بلس ار فتطلع نيجاتيف 0.2 ار. ودي دي هناك بالبلس بقت 0.2 ار بتساوي 0.2 فتطلع الار بتساوي 1 اوم. يبقى القصه ان انا كان عندي 2 ريزيستورز سوري 2 سيركتس، حليت التو سيركتس مع بعض simultaneously، two equations، حليت، عشت اللحظة، أصبحت الديستانس أو الريزيستنس الانترنال equals 1 أو. أوكي، ده كان السؤال 46. دلوقتي هنخش على كيرشوف. كيرشوف قانونين، كيرشوف فيرست لو وكيرشوف سكند لو. كيرشوف فيرست لو بيقول لي مجموع الكرنت الداخل عند نقطة بيساوي مجموع الكرنت الخارج من عند نفس النقطة. كويس. بيقول لي ايه؟ In the opposite figure if the shown directions represent the motion of electrons we can apply Kirchhoff first law at point X. وماله حبيبي؟ والله الكترونز كرنت طالما كلهم متوحدين انهم الكترونز، ما هو كرنت كنت هعكس بس كلهم عشان هتقابلنا حاجه بعد شويه، شويه كرنت وشويه الكترون. مجموع الكرنت اللي داخل بيساوي مجموع الكرنت اللي خارج. مين داخل؟ I3. مين داخل؟ I4 اللي دخل على النقطة. مين داخل؟ I1. مين اللي خارج؟ I2 و I5. فمجموع الكرنت اللي داخل بيساوي مجموع الكرنت اللي خارج. بص كده اتفرج. فيبقى من الاختيارات اهي. طب دي عملتها ازاي؟ ولا حاجة. بص هنسيب دي مكانها I2 بلس I5 ماينس دي دخلت جوه I3 نيجاتيف I4 نيجاتيف I1 تطلع بتساوي كام؟ 0. شكرا. فتصبح الإجابة letter A. فتصبح الإجابة letter A. تمام؟ كيرشوف سكند لو محتاج لحظة كده أفكرك بعد إذنك عشان عارف ممكن تكون ناسي. أدي سيركت وهو مديك الكرنت ماشي كده اسمه اي، هو مديهولك غلط وانا قاصد. سي ان الريزيستنس هنا ب 4 اوم والفولتج ب 12 فولت. كيرشوف سكند لو بيقول لي مجموع الفولتج بريديوسد باي باتريز
بيساوي مجموع الفولتج consumed by resistors. يبقى مجموع الفولتج reduced by batteries بيساوي مجموع الفولتج consumed by resistors. المنظر اللي قدامي فيه بطارية واحدة ب 12 فولت. الكرنت consumed by resistor عندي ريزيستنس واحدة، فيبقى الفولتج I times R ناقص قاعدة الإشارات. قاعدة الإشارات بتنطبق على حاجتين تاخد بالك. لو بتكلم على البطارية، بص لي بقى، احنا أول ما بنشوف لوب اختار لك دايركشن تمشي عليه بمزاجك يا لولو، يا كلوك وايز يا انتي كلوك وايز بمزاجك يا لولو. انا اخترت ان همشي كده انتي كلوك وايز. فكرت المفترض هيخش البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف، فيبقى فولتج البطاريه بالبوزيتيف، لان المفروض ان الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. لما يجي يكمل جوه البطاريه فهيكمل من النيجاتيف بول للبوزيتيف بول، فالكرنت ماشي ماشيه طبيعيه. فاذا مشي ماشيه طبيعيه احط فولتج البطاريه بالبوزيتيف. طب الريزيستورز، لو انا مديك الكرنت كده في الريزيستور والمفترض ماشي كده، لو الكرنت المفترض والكرنت اللي هو مديهولك ان ذا سيم دايركشن فتحطها بالبوزيتيف. طبعا عارف ان البتنجان مخلل. ايه رايكم احنا هنمشي هنا ازاي؟ همشي هنا انتي كلوك وايز. فالكرنت اللي انا افترضته هيخش البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف، فتبقى البطاريه بالبوزيتيف. تعالى لي الكرنت اللي انا مفترضه والكرنت بتاع السيركت ان opposite دايركشن، فحط الكرنت بالنيجاتيف. يبقى هنا I بتساوي 12 over 4 وفي نيجاتيف، فيطلع الكرنت بيساوي نيجاتيف 3 امبيرز. ليه طلع الكرنت بالنيجاتيف؟ ايوه عشان البعيد رسم رسمه تقرف الكلب. البعيد حاطط الكرنت غلط. ايوه بس انت قادر تحكم عليه عشان ما عندكش الا ريزيستنس واحده، فانت قادر تحكم. ساعات الموقف هيبقى كومبليكيتد وما انتش قادر تحكم كويس. تعال نبص هنا. اول ما تشوف سيركت جعلص النودز، كمل الدايركشن بتاع الكرنت اللي هو مديهولك ده I1 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 ده اسمه I2 طالع من هنا I2 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 وده اسمه I3 اهو قدامك. تعالوا ناخد الرايت لوب. الرايت لوب انا همشي كلوك وايز. في الرايت لوب همشي كلوك وايز. عندي كام بطاريه؟ بطاريتين 8 و4. الكرنت المفترض هيخش البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف تبقى بالبوزيتيف، والكرنت المفترض في الناحيه دي هيخش البطاريه من النيجاتيف للبوزيتيف تبقى بالبوزيتيف. انا شغال في اللوب دي. اللوب دي عندها كام ريزيستنس؟ هي واحده 10 اوم ماشي فيها كرنت اسمه I1، يبقى 10 I1. الكرنت اللي انا مديهولك والمفترض in the same direction، يبقى 12 بتساوي 10 I1، يبقى الاي 1 بتساوي 1.2 امبس. تعال ناخد الناحيه الثانيه. هنا انا همشي انتي كلوك وايز. عندي بطاريتين في الناحيه دي 6 فولت و4 فولت. ال 6 فولت هخش من النيجاتيف للبوزيتيف تبقى بوزيتيف، هخش من النيجاتيف للبوزيتيف تبقى بوزيتيف. اللوب دي فيها ريزيستنس واحده ب 8 اوم ماشي فيها كرنت اسمه I2، يبقى ال 10 بتساوي 8 I2، فيبقى الاي 2 بتساوي 10 over 8،
فيطلع ب 1.25 امبيرز. طيب هو اللي عايز I1 ولا عايز I2؟ هو عايز I3. الكرنت اللي داخل بيساوي اللي خارج. ال I3 بيساوي I1 plus I2. I1 1.2 plus 1.25 فتطلع 2.45 amps لتر دي. كيرشوف اول ما تحل مساله صح تعرف انك انت خلاص انت على الطريق صح. كيرشوف هو فكره واحده، انك انت بتعرف تطبق القانون وقاعده الاشارات. اظبط نفسك في مساله واحده بس عارف تحلها. anyway تعالوا ناخد هنا دي. ايه رايكم ناخد الابر لوب ونمشي في الابر لوب كلوك وايز، فيبقى 2 في بي ماينس في بي، عشان انا هخش هنا دي من البوزيتيف للنيجاتيف تبقى بالماينس، بتساوي I1 R بلس I2 R. كويس، يبقى الفي بي بيساوي I1 R بلس I2 R. جميل. اوكي، ايه رأيك ناخد اللوب الكبيرة اللي هي الكبيرة قوي، ها، يبقى 2 في بي ماينس في بي بتساوي I1 R بلس I3 R. طب انت تعرف ال I1 داخل بتساوي I2 بلس I3. I1 اللي داخل بيساوي اللي خارج I2 بلس I3. هتعمل ايه؟ يبقى الفي بي بتساوي I1 R بلس، هعين ال I3 واحط بدالها مين؟ I1 ماينس I2 في ال R. تعالوا لي ها، يبقى الفي بي بتساوي I1 R بلس I1 R ماينس I2 R. كده انا زهقت ولازم اعمل في ايه؟ في صفحه جديده. ها، تعالوا لي كده بقى نبص، محتاجين ناخد حته حته. بصوا لي حته حته. ناخد دي الاول. الفي بي بيساوي I1 R بلس I1 R يعني 2 I1 R. الفي بي يساوي 2 I1 R ماينس I2 R ماينس I2 R. تعالوا هنا، وهنا الفي بي بيساوي مين؟ I1 R بلس I2 R. I1 R بلس I2 R. ايه رأيكم نضرب الايكويشن دي في نيجاتيف ونعمل بلس؟ بقى هنا ده بزيرو بتساوي 2 ماينس 1 فتطلع I1 R، ودي تطلع ماينس I2 R ماينس 2. ودي دي هناك بالبلس بقت 2 I2 R بتساوي I1 R. طير دي مع دي. شكرا. هو كان عايز بقى مين؟ I1 على I2 ولا I2 على I1؟ I2 على I1. يبقى I2 divided by I1 بتساوي 1 over 2. يبقى I2 over I1 بتساوي 1 over 2. اوكي، اللي هي تطلع الإجابة لتر C. هنا في شغل شوية. طب هنعمل ايه يعني؟ هعمل لك ايه؟ هجيب لك حاجة تفصيل؟ خلي بالك experimental 2021 امتحان من الوزارة، يعني ممكن تيجي في الامتحان وبيجيبوا كوبي بيست، هيغير بس ارقام. نشوف اللي بعدها وربك يكرم. ناخد الاكزامبل بتاع جون 2022 21 سوري. اوكي. In the opposite circuit the current I3 equal negative 2 I1. Then
the value of electric current passing in R3 يعني R3 اللي هو resistance R3. اوكي اكلك منين يا بطه؟ ايه رايك؟ ما تيجي نبدا بهنا ونشوف ايه اخبار هنا. انا هختار لي دايركشن وامشي عليه، همشي كلوك وايز. عدد البطاريات هنا هي واحده ب 10 فولت، والكرنت المفترض هيخش من النيجاتيف للبوزيتيف تبقى بالبوزيتيف. الكرنت اسمه اي 1 يبقى 10 اي 1 بالبوزيتيف بلس 40 اي 3. اوكي يبقى ال 10 بتساوي 10 اي 1 بلس 40. هعين الاي 3 واحط بدلها نيجاتيف 2 اي 1. بقت ال 10 بتساوي 10 اي 1 ماينس 80 اي 1، فتطلع نيجاتيف 70 اي 1 بتساوي 10. يبقى الاي 1 بيساوي كام؟ 1 نيجاتيف 1 اوفر 7. هو مش عايز اي 1، هو عايز اي 3. ومال حبيبي؟ نقول له بص، مش انت قلت لنا ان كل اي 3 بتساوي نيجاتيف 2 اي 1؟ يبقى نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 7 فتطلع بتساوي 2 اوفر 7 امبيرز. ليه تبقى الاجابه لتر سي. اللي بعده in the given electric circuit on applying Kirchhoff's second law على الكلوزد سيركت اي بي سي دي مش عارف ايه، يديني انهي ريليشن؟ طيب اوكي، انا همشي هنا في اللوب دي كلوك وايز. يبقى 12 ماينس 8 بتساوي 2 اي 1 ماينس اي 2، لان الاي 2 ماشي كده عكس الدايركشن اللي انا مفترضه. يبقى ال 4 بتساوي 2 اي 1 ماينس اي 2. طيب مش انا دي نود، اي 1 داخل على النود واي 2 داخل على النود واي 3 خارج، فاقول ايه؟ اي 1 بلس اي 2 بتساوي اي 3. اول اجابه هي علاقه بين ال1 وال3. تعالوا نتفرج. فيبقى عايز اخلص من 2، يبقى كل اي 2 بتساوي اي 3 ماينس اي 1. جماعه ده اولى اعدادي. تعالى لي هنا بقى، يبقى ال4 بتساوي 2 اي 1 ماينس الاي 2 اللي هي مين؟ اي 3 ماينس اي 1. دخل النيجاتيف على البراكت، يبقى ال4 بتساوي 2 اي 1 ماينس اي 3 ماينس، في ماينس يبقى بلس اي 1. اي 1 و2 اي 1 فتطلع بتساوي ادي 4 بتساوي 3 اي 1 ماينس اي 3. الله، بص كده بقى، يبقى 3 اي 1 minus I3 minus 4 equals 0. 3I1 minus I3 minus 4 equals 0. فالإجابة أصبحت letter A. مش محتاجني أقول لك وأكد لك على معلومة. أقسم بالله لو أنت بتتفرج وفاكر نفسك فاهم، ده كلام بتنجان. أقسم بالله لا يمت للعلم بصلة. الشطارة انك بعد حتى ما تتفرج عليها، حتى لو كنت مش عارف تحلها واتفرجت عليها، الشطارة انك انت تقفلها وتحلها تاني. بالله عليك، بالله عليك، ما ينفع الفرجة. بالله عليك يا ابني، قلمك الجميل وشطارتك ودماغك البرلنت اشتغل.
in the given electric circuit the current I1 and I2 for the electrons flow. ده electron flow I1 و I2 نعمل ايه؟ هخلق غيرت الدايركشن عشان الكرنت والالكترون ان اوبوزيت دايركشن. ومنها بقى عرفت ايه؟ ان الاي 1 والاي 2 داخلين والاي 3 خارج. خلي بالك هو قال لك اي 1 واي 2 كرنت سوري الكترونز. اي 3 ما جابش سيرته ولا لا جاب سيرته، قال انه كونفنشنال كرنت. خلاص يبقى الاي 3 يفضل زي ما هو. حلو. then on applying Kirchhoff first law عند نقطة y. وماله حبيبي؟ هو عموما اللي داخل يساوي اللي خارج، فالاي 1 بلس اي 2 بيساوي اي 3. او اقدر اقول ايه بقى؟ ها، ان الاي 3 تفضل في مكانها ماينس اي 2 ماينس اي 1 تطلع بتساوي كام؟ 0. فتطلع بتساوي 0. يبقى اي 1 ماينس اي 2 بلس اي 3 ايكوالز 0. يبقى الاجابه لتر A. حلاوتها في حاجه واحده بس، هو سؤال ما فيهوش فيه اي فنيات، انك انت تبقى واخد بالك ان السؤال مديك فيه الكترونز وكونفنشنال كارنت. In the given circuit the magnitude of current I3 فين I3 اهو is 2 amperes. Then the magnitude of I2. اوكي انا هبدأ واتوكل على الله هنا، همشي في اللوب دي كلوكوايز 18 فولت equals 12 I3 minus 6 I1. اوكي يبقى ال 18 equals 12 times، هو قال لي ال I3 ب 2 minus 6 I1. 2 times 12 تطلع ب 24 minus 18 تساوي 6 I1. فيطلع ال I1 بتساوي 6 over 6 فتطلع ب 1 امبير. يبقى هنا ده 2 امبير وده 1 امبير، اللي داخل يساوي اللي خارج. ال I2 بتساوي I3 plus I1. I3 ب 2، ال I1 جبناه ب 1 فتطلع ب 3 امبيرز ال I2 اللي هو بيدور عليها 3 امبيرز. In the circuit, the value of current intensity passing through 8 ohms. لا دي محتاجة ايه؟ نرسمها هناك ونشتغلها هناك عشان ايه؟ يبقى عندنا سبيس نقدر نتحرك بيه. في الملزمة أنا عامل لك الأنسر مكتوبة. anyway twelve volt 10 فولت 6 ohms والكرنت ماشي كده اسمه I2 وهنا ماشي كده اسمه I1. I3 8 ohms. شو مام؟ أول حاجة أنا هعمل في الحتة دي همشي أنتي كلوكوايز. هاخد اللوب اللي فوق. لا والله تصدق طبعا احنا كنا مفترضين افتراض زمان امشي مع البطاريه الكبيره. على فكره هي مش هتفرق، بس انا بحب ايه؟ اقلل الخطوات. انا همشي كلوكوايز احسن. بقت 12 ماينس 10 بتساوي I1 الريزيستنس دي بكام؟ 4.
4I1 minus 6I2. يبقى هنا 2 بتساوي 4I1 minus 6I2. طيب انت تعرف ان ال I1 plus I2 بتساوي I3. جميل. طيب ايه رأيك ناخد اللوب الكبيرة؟ اللوب الكبيرة اوريها لك انهي واحدة. انا همشي كده، اللي بالاورنج ده اللوب الكبيرة. عندي بطارية واحدة ب 10 فولت وهمشي كله كويس، تساوي 6I2 بلس 8I3. طب هتعمل ايه هنا؟ بص يا سيدي، بقت ال 10 بتساوي 6I2 بلس 8. هعين ال I3 واحط بدلها I1 بلس I2. بقت ال 10 بتساوي 6I2 بلس 8I1 بلس 8I2. طيب بقت ال 10 بتساوي 14I2 بلس 8I1. ايه رايك نضرب الايكويشن دي تايم نيجاتيف 2؟ نيجاتيف 2 في 2 فتطلع بنيجاتيف 4 بتساوي نيجاتيف 8I1 بلس 12I2. حل الايكويشن زي ما انت عايز، حلها بالكالكليتور بشيفت كالك، اعمل ما بدالك، لان ده مش وقت ان اقول لك نعمل ايه في 2 ايكويشنز تحلهم. اطير دي مع دي بقى بزيرو. هنا دي ب 26I2 تساوي 6، فتطلع الاي 2 بتساوي 6 اوفر 16 26، فتطلع بتساوي كام الاي 2؟ 6 divided by 26 فتديني كام؟ 0.23 امبير. دي الاي 2. يبقى الاي 2 بتساوي 0.23 امبس. تعالوا نغش لنا اي ايكويشن فيها اي 1. 2 بتساوي 2 بتساوي 4I1 minus 6I2. 2 بتساوي 4I1 minus 6I2. يبقى 2 بتساوي 4I1 minus 6 times 0.23. فتطلع هنا 1.38 4I1 وهنا 2 وديها هناك بالبلس بقى 3.38 بتساوي 4I1. فتطلع الاي 1 بتساوي 3.38 divided by 4 0.845. بقت الاي 3 بتساوي I1 plus I2 0.23 بلس، عشان نعملها بالترتيب، 0.845 بلس 0.23. فيديك ان الاي 3 بتساوي 1.075 امب. اللي هي انهي واحده في الاختيارات؟ لتر دي. والفروقات ديت عشان وانا ماشي كنت عمال اعمل ريدكشن عشان الارقام تقرف الكلب. Question 55 June 2022. In the adjacent circuit the value of VB which makes the reading of the ammeter equals 0. طيب مبدئيا كده انا عايز اقول لكم حاجه. ايه رايكم نفترض كرنت هنا اسمه I بقى هنا اسمه I1 وهنا اسمه I2، ويبقى اللي داخل يساوي اللي خارج، يبقى كل اي بتساوي I1 بلس I2 اللي هي بتساوي 0، يبقى الاي بتساوي I1. كويس. تيجوا ناخد الرايت لوب. الرايت لوب همشي في الرايت لوب كلوك وايز، يبقى 6 فولت بتساوي IR بلس 3IR
هي المفروض I1 R، بس احنا متفقين ان كل I1 بتساوي I، يبقى IR بلس 3IR، فتطلع ب 4IR equals الناحية التانية ب 6. افهم من كده ان كل IR بتساوي 6 over 4، فتطلع ب 1.5. كل IR بتساوي كام؟ 1.5. حلو، تمام. ايه رأيكم ناخد اللوب الكبيرة؟ همشي كده وهمشي كده ايه؟ انتي كلوك وايز. يبقى في بي 6 ماينس في بي بتساوي مين؟ ما عنديش هنا الكرنت بيساوي صفر، فدي ماتت. ما عنديش غير اي ار. يبقى اقدر اقول ان 6 ماينس في بي بيساوي 4.5. 6 ماينس في بي بتساوي مين؟ 6 ماينس في بي بيساوي اي ار اللي هي كام؟ 1.5. ودي الفي بي هناك، بقت ال 6 ماينس 1.5 بتساوي الفي بي بالبوزيتيف، فيصبح ان الفي بي بيساوي 6 ماينس 1.5، فتطلع 4.5 فولت، او اي مسار تاني طبعا تختاره. يرجع تاني في اوجست 2022. خلي بالك the figure shows part of closed electric circuit if the direction of I1, I2, I3 represents conventional current. يبقى ده current I1 I2 و I3 ده current. while I4 direction of electrons. نقول له لا مع السلامة حبيبي، خلي الاي 4 هنا، عكست اتجاه. تعالى بقى، اللي داخل يساوي اللي خارج. I1 داخل، I2 داخل، I4 داخل، بتساوي I3. فتصبح current I3 بيساوي مين؟ I1 plus I2 plus I4، اللي هي قدام سعادتك letter B. التركايه هنا لو انت واخد بالك في conventional current وفي electrons، فبالله عليك تركز. الله يبارك لك يا ابني، انا عارف انك انت تعبان، عارف، وعارف ان الفتره دي اشد فتره. احنا في مراجعاتنا ففي اشد فتره، بس قدامك حلم انت عايز تحققه، فشد حيلك عشان تحقق الحلم. مفيش حد في الدنيا بيلاقي كل حاجه والدنيا سهله. سبحان الله العظيم، خلق الانسان في كبد. يعني ايه؟ مشقه وتعب، فدايما في تعب. لما هتبقى مليونير بتتعب، ده انت لو هتشتغل على توك توك هتتعب، لو هتبقى انفلونسر قد الدنيا هتتعب. فخد اول مرحله وعديها، معلش اول مرحله في التعب، معلش. In the shown closed electric circuit the value of VB. وماله؟ حاضر، ما تيجي نشتغل هنا الاول في اللوب دي، نشوف ربك سبحان الله العظيم. ناخد اللوب دي نجيب منها مين؟ الار. ال14 بتساوي الاثنين دول ماشي فيهم 3 امبير، 2 في 3 ب 6 ار بلس ار، فتطلع 7 ار بتساوي 14. يبقى الار بتساوي 2 ohms. تعالوا نخش على المين؟ على اللوب دي ونمشي فيها انتي كلوك وايز. الفي بي بيساوي ناقص اي ار 1 ار بلس 4 ار، فتطلع بتساوي كام؟ ها؟ 3 ار. 3 تايمز 2، لا الار جبناها ب 2،
وتطلع بكام؟ 6 فولت. يلا. In the adjacent circuit the electromotive force of the battery. طب بص كده، الكرنت اللي طالع من هنا ب 5/3، هنا ده ب 4/3، يبقى هنا ده ب 1/3. كويس؟ يلا. هو عايز مين اصلا؟ عايز الفي بي. حاضر. 20. انا ممكن حاجه من يعني 100,000 حاجه ممكن نعملها. تعال ناخد هنا مثلا، نمشي هنا في اللوب دي. بقت الفي بي بيساوي الكرنت هنا بكام؟ 1/3 تايمز 4، يبقى 4/3 بالماينس نيجاتيف 4/3. صح كده؟ طب وهنا بلس 5/3 و4/3، يبقى ده ب1/3. ها، بلس 4/3 تايمز 10، يبقى 40/3. فيطلع ان الفي بي بيساوي 36/3، 36/3 اللي هي ب 12 بس، يعني هو حاططها في الاختيارات. طب اعمل ايه يعني؟ اوكي تمام. June 2023. In the given electric circuit, the ratio between I3 and I2. عيشوا معايا اللحظة. أنا همشي كده. بص اللوب الأول اللي بالأزرق اللي فيها I3. همشي في اللوب دي. البطارية 2 في بي بتساوي، همشي كلوك وايز، 2 I3، يبقى 2 في بي بتساوي 2 I3. ما عنديش حاجة تانية أعملها. عايز أدخل معايا الآي 2، همشي في اللوب ده اللي بالأحمر. وهمشي كلوك وايز. أول بطارية طلعت منها 2 في بي، عشان ما حدش يزعل يعني. دخلت دي ماينس في بي تساوي 4 I2. 2 في بي ماينس في بي اديني في بي بتساوي 4 I2. اوكي طيب، يبقى هنا 2 في بي اللي هي 4 I2 بتساوي 2 I3. نطير دي مع دي. I3 over I2 بتساوي 4 over 1. فأصبحت الإجابة لتر دي. شكلها حلو، لأنك أنت بصيت إزاي عينك اللماحة لمحت. هو عايز I3 و I2، فاخترت لي لوب فيها ال I3 وال I2، وعينيا نقرت اللوب حلو عشان ما ادخلش نفسي في متاهات. خلي بالك يعني، انت طبعا اكيد شفتها في اول السنه واديناها وحليناها وعملنا 100,000 مره، بس هي كل ما هنالك ايه القصه؟ القصه هي شطارتك في اول مره بتشوف السؤال ده. طيب هنا بقى ما لعبش اللعبه اللي كان بيلعبها كونفنشنال كارنت والكترونز، لا اداك بوزيتيف ونيجاتيف. بص يا ولدي، ده بلس وده نيجاتيف، فيبقى ده داخل كده. ده بلس وده نيجاتيف، يبقى ده داخل. هنا ده البلس يبقى ده خارج. بص بقى، انت عارف اللي داخل يساوي اللي خارج. داخل عندك 3 امبير و2 امبير وخارج 6. عشان يتساوى يبقى لازم الكرنت يبقى ماشي من الاكس لواي ويبقى قيمته ب1 امبير، عشان يبقى مجموع الكرنت اللي داخل يساوي مجموع الكرنت اللي خارج. هنا لعب لعبه صغيره جدا، عمل لك بوزيتيف ونيجاتيف، فالكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، من البوزيتيف للنيجاتيف، من البوزيتيف للنيجاتيف.
اكس واي ما اديهالكش عشان تبقى عارف ان الكرنت اللي داخل يساوي اللي خارج. August 2023. The adjacent diagram represents part of closed circuit, so the value var. طب بصوا لي، انا داخل هنا ب 3.5 امبيرز عند النود دي، ده 2 وده 1، يبقى اللي هنا 0.5 اللي داخل يساوي اللي خارج. وهاخد اللوب دي امشي فيها كلوك وايز اللي هو التراينجل ده. مجموع الفولتج بريديوسد بيساوي 0. مجموع الفولتج كونسيومد هنا ده 0.5. ال 0.5 ماشيه في مين؟ في 2 بلس ار ماينس اي ار 3. وديها هناك بالبلس، بقت ال 3 بتساوي هاف 2 بلس ار بقت ال 6 بتساوي 2 بلس ار، ودي دي هناك بقت الار بتساوي 4 اومز. شوف خلينا نبقى متفقين، شابتر 1 ما بيخلصش عند 61 مسألة، ولكن 61 مسألة دول بيوقفوك على رجلك ويقولوا انك انت كويس عشان تبدأ تمشي. وتعبت معايا قوي انا عارف، ولسه هتتعب اكتر، وكله ليك. لا يسعنا نقول غير حاجة واحدة بس، الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة. هتوحشونا، مع السلامة.